ترابيزات الامريكان دبلوم. خلي بالك لو انت ولي امر ولسه بتتفرج على فيديوهات خاصه بالتعليم الامريكي ولسه بتنقي ما بين المدرس ده والمدرس ده والمدرس ده، في بعض الارجوزات هتلاقيهم قدام عينيك يقول لك تعالى وانا اخلص لك الشهاده كلها وادفع لي مبلغ كذا، وفي الاخر تلاقي نفسك لبست في حيطه. وده فعلا بعض المدرسين بتعمل الشكل دوت من الاشكال التحايل، بحكم ان ولي الامر مش فاهم بشكل كويس جدا. فبالتالي انت هتلف وتعمل سكرول اون دلوقتي وهتلاقي فعلا ناس كتيره بتتكلم عن الدوله الامريكيه. انتقي انت هتكلم مين. بلس كمان ركز قوي ان في بعض المدرسين او يقال عليهم ان هم مدرسين بس ممكن يكون خارجين كليات تانية غير كليات تربيه، ولكن بيعملوا ايه؟ يقول لك والله تعالى ادخلك في كورس واسميه الامبريلا، تعالى ادخلك على الامبريلا ودي فيها ماث وانجلش ما اعرفش ايه. بيكون دافع للمدرس مبلغ اي كلام وفي نفس الوقت ياخد منك مبلغ كبير جدا. وده معناه ان هو بيطلع له الفرق ما بين ده وما بين ده، ما بيطلعلكش احسن كواليتي، ما بيطلعش احسن تعليم، وفي الاول وفي الاخر يبقى انت دفعت الكورس بالكامل وتلاقي نفسك لبست في حيط. فخلي بالك واحذر تماما من ارجوزات التعليم الامريكي. لو انت عايز مزيدا من التفاصيل ممكن تبعت لي دايركت على الواتساب دلوقتي، وان شاء الله بكل التوفيق لاولادنا وبناتنا. وانا عارف انك كولي امر دلوقتي وانت مهتم جدا جدا عن التعليم الامريكي. تابع الفيديوهات القديمه وبص على الفيديوهات اللي انا هنزلها واعمل شير لللينك دوت واعمل سبسكرايب للشانل. اشوفك دايما على خير. معاك امين حميد.